بقول لك اثنين زعران بيصنعوا حرب بس الرجال بيصنع السلام. والله مزعوج. ليش؟ والله مزعوج لانه هاي دباباتنا وهذا العتاد عتادنا وهذه العناصر والله العظيم والله العظيم كل ما اشوف انسان مقتول منا او منهم بزعل. ضد باروتك ضد باروتك بيجي ضابط كلب حشام، بيجي وزير ابن حرام بيخرب علينا كلنا، وهذا بكل ضيعه وكل عيله في واحد عاطل، بكل عيله في واحد عاطل. من وين حضرتك؟ بس مو كل العالم سوري، اخي شو بدك؟ انا خلص انا بقول من سوريا. هو سوري. انا بقول من سوريا، انا بقول اتطوعت ودرست هندسي وكتر خير هالدوله، كتر خيركم انتم درستوني، انتم اللي علمتونا مال هالدوله. انت كنت تقاتل مع الجيش الحر اكيد. طيب فانت متوقع كنت انه نحن نوصل لهذا اليوم انه انت واقف انت وعنصر الجيش السوري؟ واول ما خرجت لدافع عن بلدي وارضي وعرضي وضد الظلم، وصلنا لمرحله معينه لان في تجار دم عم تاجر فيك وفيني وبغيرنا وتتمنى انه ما تخلص الازمه. بفضل من الله انكشفت والعقلاء كشفوها واشتغلوا على الامر لوصلنا لواقف انا وياك وصافحك وصافحني، وان شاء الله مرحله جديده لبناء الوطن. شو اللي برايك تغير اليوم؟ يعني اليوم شو اللي برايك تغير؟ النضج الفكر تبعنا عرفنا انه نهايه الامر ما له نهايه. اذا ما في حل سياسي بعد 50 سنه 100 سنه نوصل لحل سياسي، ما في حل سياسي بيتم الدم. شو الهدف اللي ممكن تهدفوا انتم اثنين مش بيوم من الايام مو هلا بس ممكن شو ممكن انتم اثنين سوريا وبس. سوريا بدنا الوطن يرجع آمن، ترجع سوريا مثل ما كانت، ترجع الأمان والأمن. هذا هدفنا الوحيد، هذا اللي بدنا إياه. تحكي لنا عن مشاعرك باللحظة. يعني نحن عن الموقف عم يحكي يعني. انت تحكي. انا المشهد هذا بكفيني. مبسوط؟ شو رايك؟ مثلا بدي رايك اخي انتوا الاعلاميين خلي الله. لا طب اعطيني رايك. نحن العسكريين يا اخي ما بدنا نضل نفهم بهالشغله. مشاعرك زدت لك شيء مشاعره من مشاعرك. شوف نحن مثل ما بقول لك كلمتين، الحل بالاخير ما بهالباروده، الباروده اذا اتجهت على مكان غلط رح تخرب البلد، اذا اتجهت على مكان صح رح تحيي البلد. تحيا البلد الباروده وقلم بجنبها. يعني بالاخير الباروده والقلم مع العقل. يعني الباروده لوين؟ على اسرائيل. الباروده بالاخير على اللي بيغتصب ارضي. صح. على اللي بيغتصب الارض بغض النظر عن بغض النظر عن الشخص اللي اغتصب فرضا ارضي وارضه وارض الباقيين، هذا نحن ضده بالاخير. عرفت شلون اخي الكريم؟ قولا واحدا نحن ما طلعنا بشيء الا كرمال الاطفال والنساء، نساءكم ونسائنا. ممكن كان في اغلاط من الطرفين بس الاغلاط يمكن بجهود الجميع عم بيحاولوا يصلحوها، وعسى يكون في هالشيء لخير. ان شاء الله يتمم على خير. نحن بنقول الله يتمم على خير. في جهود من الطرفين مبذوله لهالشيء، ان شاء الله تتم الامور على خير. انا بدي احكي حضرتني كلمه ان شاء الله. هي نعتبر حالنا طرفين بس الطرفين عم يستخدموا العقل ليكونوا واحد. انا بالنسبه لي بحيي كل مصالحه. انا الشباب طلعوا لعندي كل هذا المستقبل. والله واستقبلونا احلى استقبال. وهي الشباب بيعرفوا. انت جيش سوري؟ انا جيش سوري. بشرفي احلى شباب، وحرام نكون الا سوا. هاي الكلمه اللي بحب اقولها الوحيده بس، حرام نكون الا سوا ويد وحده وبس. هي الى جميع انحاء سوريا. اتمناك بالخير والسلام عليكم ورحمه الله.